السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طلع العقيد أحمد علي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية وقال بيان، ومجلس أمناء الثورة له تعليق على هذا البيان الذي ألقاه هذا الكذاب، هذا الكاذب، هذا الكاذب في شخصه وفي وظيفته ومن فوقه، بينفي أن يكون هناك قادة من الجيش أو الشرطة يعلنون انشقاقهم، ويقول ليس من عادة الجيش المصري الانقلاب أو الانشقاق على قادته. نسأله سؤالا واحدا: فبماذا تسمي ما فعله الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة على قائده القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية الدكتور محمد مرسي عيسى العياط؟ هل هذا انشقاق أم انقلاب أم خيانة؟ خيانة. ولا ده مش الجيش المصري؟ هو بيقول ان ليس من عادة الجيش المصري، فعلا ليس من عادة الجيش المصري. اذن هذا الفريق ومن معه ليسوا من الجيش المصري ولا ينتموا الى الجيش المصري. بيقول ان احنا هو ما بيتكلموش غير بالصدق وما بينشروش غير الاخبار الصادقة، اما احنا فدايما بننشر الاخبار الكاذبة. وجايب صورة لطفلين سوريين وبيزعم ان احنا بنقول ان دول الطفلين اللي اتقتلوا امبارح قدام الحرس الجمهوري. بقول له يا احمد يا علي انت كذاب، أنت ومن وراءك ومن معك، أنت الذي تكذب. بقول له يا أحمد يا علي لما تجيب فيديوهات بتاعة العباسية السنة اللي فاتت وتقول إن دي أحداث الحرس الجمهوري تبقى كذاب، تبقى كذاب من ساسك لراسك، والأصل عندك الكذب يا أحمد يا علي. وأتحدى الفريق العميد ولا العقيد أحمد علي، أتحداه أن يرسل إلينا لجنة تقصي حقائق محترمة علشان يشوف الفيديوهات اللي عندنا للأطفال الميتين وأمهاتهم والنساء الميتات. أتحداه إن هو يرسل هذه اللجنة. إحنا ما بنكذبش. بيقول ان الاحداث حصلت الساعة 4 الفجر. ازاي في اطفال الساعة 4 الفجر؟ ده مش كذاب بس، ده غبي. علشان احنا مظاهرة سلمية، احنا خارجين بنسائنا واطفالنا الرضع معانا، بيتحركوا معانا، وما نروح عند الحرس ونقف ويبقى معانا نساء وأطفال، نساء فوق 70 سنة يا أحمد يا علي وأطفال رضع يا أحمد يا علي، تبقى تعرف إن الناس دول سلميين وما بيضحوش بالعجائز ولا بالأطفال. الأطفال كانوا معانا وفيديوهاتهم موجودة. اتكلم كتير على كلمة أحذر. تحذر مين؟ احنا ما بنتهددش. الشعب المصري واللي موجودين في ربع العدوية ما بيتهددوش. لو قطعتونا حتت ما بنتهددش. ايوه احنا قلنا هنصعد لاقصى درجة من التصعيد السلمي
انت كذاب يا احمد يا علي، علشان تجيب الجملة وتقول وتقطعها وتجيب القطعة. ايوه احنا هنصعد لاعلى درجة، ما كملتش الكلام بتاعنا من التصعيد السلمي، وهنصعد لاعلى درجة من التصعيد السلمي يا احمد يا علي. مجلس امناء الثورة المصرية.